فقد رئيس الوفد الجزائري بمؤتمر اللجنة 24 المنعقد حاليا في سانت لوسيا نادر العرباوي فقد أعصابه وتهجم على نائبة رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب غلة بهية خلال الكلمات الأولى من خطابها، وذلك لكونها تطرقت لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر. وردا على السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، قام السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال بإعادة الأمور إلى نصابها بطريقة راقية من خلال فضح أكاذيب ومزاعم الدبلوماسي الجزائري ودعوة المشاركين في المؤتمر ليكونوا شهودا على الهجوم البائس على نائبة رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب السيدة غلة بهية. وتوجه السفير الممثل الدائم للمغرب إلى رئيس الوفد الجزائري بالحديث مسجلا عليه تضييع فرصة